تحياتي استاذ عبد الناصر زيدان، تحياتي لضيوفك الكرام، تحياتي لكل مشاهدي قناه القاهره، مع يعني نقدر نقول بدايه جديده مع انطلاقه برنامج كره بلدنا وميدان تحليل بنعمله من ارض الملعب في وجود دائما مدرب لكل مباراه. كابتن رضا مصطفى النهارده مدير فني سابق لفريق تليفونات بني سويف، مدير فني سابق لفريق الاسيوطي اللي خسر النهارده على ارضه، ومدير فني سابق لفريق شباب. برحب بك كابتن رضا ونقول لك تحليلك للمباراه وخاصه الشوط الاول. اهلا وسهلا بك. اولا الحمد لله على السلامه والف مبروك لعوده النشاط الرياضي. المباراه جيده المستوى بالنسبه للتوقف الطويل اللي كان موجود قبل كده. في سيطره بالنسبه للشوط الاولاني للاسيوطي، سيطره واستحواذ على نص الملعب. حصل خلل بتغيير معين من بتغيير ادوار اللي هو الديفندر الموجود اللاعب الافريقي، اعطى فرصه بالنسبه للملاوي ان هو يمتلك زمان المباراه. بشيد بواقعيه الكابتن طارق صقران بالنسبه لاداره المباراه. فعلا ادار المباراه. لعب الاول الفرقتين لعبوا ب4-2-3-1. الكابتن طارق عامل حساباته بالتغييرات معينه، واقعيه معينه انا بشيد بيها شخصيا. بدايه الشوط الثاني لعب بليبرو، احترم نفسه وامكانياته قبل احترام الخصم، ودي حاجه ميزه كويسه جدا جدا. الشيء الثاني ابتدى ان هو يمتلك نص الملعب، ان اصبح عدد زياده كتير بالنسبه له في نص الملعب بالنسبه بخروج ادوار. بالنسبه للاسيوطي التغيير الاولاني ما كانش موفق فيه، فبالتالي التغييرات اللي بترتب عليها الثلاثه اللي بعدين الاثنين اللي باقيين بعديهم صعب ان انت تلحق ترجع نفسك تاني في المباراه. ابتدى ان هو يلعب الكابتن طارق على المباراه بنسبه معينه، خطف جون من خطا دفاعي بالنسبه برضه في خلل في نص الملعب لوجود ديفندر واحد. نزل محمد عبد الرحيم لعيب مميز جدا وسريع، ابتدى يعمل تحركات ودريبلينج كويس في نص الملعب. عمل باص طويل من نص الملعب برضه بالنسبه للاثنين سيرد باكين على اثرها مثلا انفرد بيها برضه اللي هو طارق جلال الفرد الاحظ الهدفين، الهدف الاولاني والهدف الثاني. المباراه في مجملها جيده بالنسبه لعوده النشاط الرياضي. بالنسبه للتوقف الطويل اللي موجود انا مستبشر خير بالمستوى العالي جدا بالنسبه للفرق الموجوده يعني. كابتن رضا، يمكن الهدف الثاني جاء في وقت قاتل، كان في فريق خلاص الاسيوطي بيحاول ان هو يعوض، جاء في وقت قاتل. كتير بيقول ان التغييرات كانت سبب اساسي في الخساره، المدير الفني كابتن جورج بيقول لا بالعكس التغييرات خلتني انا اسيطر على المباراه. انت شايف الكلام ده؟ هو وجهه نظره، هو طبعا ادرى بكتير بالنسبه، هو ادرى مننا كلنا، بس احنا هو له وجهه نظر واحنا لنا وجهه نظر ثانيه. هو التغيير الاولاني وجهه نظرنا احنا كبار كمحللين او كناس موجودين مشاهدين حتى الطبيعيين الموجودين عمل خلل كبير جدا عنده في نص الملعب، فبالتالي عشان يلحق تاني يعود للمباراه ويعمل التغيير الاولاني تاني صعب ان هو يقدر يتحكم في المباراه. وجهه نظره طبيعي، ممكن تكون مبرراته ان هو عايز يقولها بحاجه زي كده طبيعي. انا برضو بلتمس له عذر ان هو لسه مناخ جديد عليه، مستوى جديد عليه تاني خالص، برغم ان هو حوالي 15 لاعب موجود من القوم الاساسي من السنه اللي فاتت. دي تدي له ميزه كويسه جدا، اللعيبه عندهم انسجام وكل حاجه. بدا فتره اعداد طويله من بدايه شهر 7، عمل مباراه وديه قويه برغم ان المباراه الوديه تختلف عن المباراه الرسميه خالص اطلاقا يعني. اشكرك جدا كابتن رضا، شرفتنا ونورتنا. وبنرجع للاستوديو تاني للاستاذ عبد الناصر زيدان وضيوفه الكرام. كان معكم سامح الفيومي، كرة بلدنا.